في الوقت اللي جمهور نادي الزمالك بيمني نفسه بانتصار تاني على النادي الاهلي وفي نفس السنة، لقى مانويل جوزيه مجهز له حفلة ومردغانة طار بسببها عمك اوتو فيستر، وتقريبا كده طار كمان معاها عقل كل زملكاوي. النهارده وفي اول فيديو لينا على قناتكم ولطها كرة 2، واللي قلنا انها هتبقى مخصصة للاهلي والاهلاوية بس، هنتكلم عن واحد من اهم ذكريات اي عاشق للاهلي. النهارده جايين نتكلم عن ماتش الاهلي والزمالك بتاع 6-1، ولو كنت ناسي انا جاي عشان افكرك. ما تنساش بقى تتاكد انك عملت اللايك والشير واشتركت كمان في القناه هنا وفي باقي قنوات ولطها، واللي هتلاقي لينكاتهم تحت في الديسكريبشن. فنجان قهوتك الرايق ويلا بينا عشان نبدا. في اول كلاسيكو للمدرب البرتغالي مانويل جوزيه مع الاهلي، حازم امام قدر يقود الزمالك لمكسب 2-1 في الدور الاول. مانويل جوزيه ما كانش بياخد وقت كتير عشان يتعلم من غلطاته، وكمان ما كانش بيحب يهزر طالما الموضوع ليه علاقة بالطار. في الدور الثاني بقى مانويل جوزيه دخل اللقاء بتشكيل 3-5-2، الحضري في حراسة المرمى وقدامه وائل جمعة وهادي خشبة وشادي محمد، وفي نص الملعب جilberto وغالي وابراهيم سعيد وسيد عبد الحفيظ ورضا شحاتة، وفي الهجوم احمد بلال وخالد بيبو. اما بقى نادي الزمالك فدخل اللقاء بتشكيلة 4-4-2، عبد المنصف في حراسة المرمى وقدامه ابراهيم حسن وبشير التبعي وطارق السيد ورضا سيكا، وفي نص الملعب ابو العلا وتامر عبد الحميد وعبد الواحد وحازم امام، وفي الهجوم جمال حمزة وحسام حسن. وقبل ما نقول مع بداية الماتش، ما تنساش اني حذرتك ونبهت عليك كتير قوي، الكلام هيحرق وهيوجع جمهور نادي الزمالك، فحرصا مني على صحتك واعصابك لو انت زملكاوي اقفل الفيديو على كده. اللهم بلغت اللهم فاشهد. ومع بداية الماتش والهدف الاول للنادي الاهلي وفي الدقيقة 4 رضا شحاتة، وفي اول كلاسيكو ليه بيسجل التقدم للاهلي وبيعلن انها بداية حفلة النهاردة. بعد الجون كان باين قوي تعليمات مانويل جوزيه لعيبته، وكان باين كمان تأثير ده على لعيبة نادي الزمالك، خوف وقلق وتوتر ومساحات فاضية ودنيا حيسة. سيد عبد الحفيظ بياخد الكرة وبيجري براحته، بلال كمان بيلف وبيشوط ماشي، بيبو فاتح شوارع هو كمان، وكل ده وجمهور نادي الزمالك حاطط ايده على قلبه وخايف من هدف تاني يأكد الإحساس اللي جواهم. وفعلا يا معلم بعد ربع ساعة سيطرة أهلاوية بالطول وبالعرض، إبراهيم سعيد بيجيب التاني وبيقول لجمهور وعشاق النادي الأهلي احنا النهاردة مش جايين نهزر يا جماعة. بعد الجون التاني من إبراهيم سعيد طلع لعيبة نادي الزمالك تحاول تعمل أي حاجة بقى، هرجلة وجري وشوط من بره، في محاولة لأخدان حتى ولو جزء بسيط من الثقة اللي عند لعيبة الأهلي. لكن ده كان زمان يا نجم. النادي الاهلي بقيادة المخضرم مانويل جوزيه جايين النهارده وناويين ان محدش هينقذ نادي الزمالك من تحتيهم. خالد بيبو بعد كذا محاولة بيسند على بلال وبيحط الكرة بكل روقان في شباك عبد المنصف، وبيعلن عن الهدف الثالث للمارد الاحمر. بيبو ده كان رايق قوي يا جدعان، حطها كأنه بيحط ضربة جزاء، قال لعبد المنصف اثبت يا اوسا وخد احط لك البلاش يا جماعه، اصل مش هيبقى موت وخراب ديار. طبعا انت بقى مستني اقول لك ان بعد الثالث الاهلي ساب الكوره للزمالك ومعرفش ايه، ما هو خلاص الشوط الاول قرب يخلص ومش مستاهله يا اسطى. لما يبقى نص ملعبك فيه ابراهيم سعيد وحسام غالي وقدامهم احمد بلال وخالد بيبو يبقى مفيش الكلام ده، دي ناس سعرانه مش بيهمها حد. وبعدين بلال كمان كان لسه بيفرك وعايز يسجل، فطلعوا يحاولوا يجيبوا الرابع، قام سيد بيه عبد الحفيظ مضيع الكرة السهلة دي، واللي رجعت لابو العلا اللي لعبها اي حاجة وخلاص عشان ابراهيم حسن يلاقي نفسه الكرة قدامه وبيعمل الاوفر مرتاح على الاخر. فطبعا بكل سهولة العميد حسام حسن بيجيب هدف الزمالك اليتيم الوحيد، واللي شكله وهو بياخد الكرة من الشبكة وبيجري لنص الملعب صعب علينا قوي يومها. رضا شحاتة قبل نهاية الشوط الأول كان هيفهمه غلطه ويجيب الرابع في نادي الزمالك، لكن بيضيعها برضه زي ما سيد ضيع الكورة بالظبط، وبعدها الحكم بيصفر وبيعلن نهاية الشوط الأول على كده. مع بداية الشوط الثاني دخل لعيبة نادي الزمالك مشحونين ومصممين على الرجوع في النتيجة،
ركزوا وضغطوا وضيعوا بدل الجون 2 و3. الحضري كمان وقتها كان اللاعب الوحيد اللي لعب كل ماتشات الدوري، كان بيموت نفسه حرفيا، مش واقف كده وخلاص، كان بيزعل كمان قوي لو دخل فيه جون. الحلقة بتاعت قصة حياة الحضري هتلاقيها تحت في الديسكريبشن. المهم ان فضل لعيبة الزمالك فاتحين ملعبهم وبيضيعوا في الفرص السهلة لحد ما خالد بيبو كان هيغفلهم ويجيب الرابع. الكرة دي خلت الثقة رجعت للعيبة الاهلي، ورجع كمان الخوف للعيبة وجمهور نادي الزمالك اللي لقوا بيبو بعد ما ضيع فرصة الرابع السهلة واخد بشير التبعي وعمال يدلعوا يمين وشمال، وبعد ما رقصوا وسابوا وراه حطها بكل شياكة من تحت ايد عبد المنصف اللي يا عيني خلاص تعب من كتر الاجوان اللي دخلت فيه. بعد ما بيبو جاب التاني ليه والرابع للاهلي تحس ان الشهية اتفتحت خلاص. وكمان بصراحة يومها الكورة كانت ماشية معاه على الاخر. الراجل بعد دربكة في ال18 بتاع الزمالك بينكش الكورة كده ناحية الجون، هوب الهدف الخامس للاهلي والهاتريك لخالد بيبو. اخر ربع ساعة بقى في الماتش قلبت دلع وهزار، لعيبة الاهلي سابت الكورة للعيبة الزمالك اللي ضيعوا كام فرصة كانوا ممكن يحسنوا شكل النتيجة، لكن هنا بقى كان لازم شخصية مانويل جوزيه تظهر للكل. الراجل غالب الزمالك 5-1 وواقف يزعق في لعيبته ومش عاجبه الدلع بتاعهم. راجل جاحد زعق لهم وخوفهم من شخصيته لحد ما رجعوا للاجوان من تاني. محمد فاروق بيضيع فرصة السادس وفرصة كتابة اسمه في الحفلة بتاعة الزمالك، لكن بعدها خالد بيبو بيأكد انه عريس الحفلة ولوحده. الراجل بيجري في الفدان اللي في ظهر دفاع نادي الزمالك وبياخد الكورة وبينيم عبد المنصف على بطنه وبيقطع بيها الشبكة، وبيعلن السادس للأهلي على حساب الزمالك في واحدة من أكتر الماتشات اللي بتحرق قوي وبتوجع قوي لما بيتجاب سيرتها. أصل يا جماعة برضو لما تشيل 6 من غريمك ويتمسح بيك الأرض بالطريقة دي الموضوع مش سهل خالص. عارف بقى اللي يوجع ويضايق أكتر؟ إن مانويل جوزيه مدرب النادي الأهلي واللي حقق أكبر مكسب للأهلي على الزمالك، والمفروض بقى إنه يطلع طاير من الفرحة، طالع زعلان وبيزعق على الفرص اللي ضاعت أكتر من فرحته بالنتيجة. وهي دي بقى يا باشا العقلية اللي سيطر بيها الأهلي على كل حاجة مع البرتغالي مانويل جوزيه. وبس كده يا معلم، خلصت حلقتنا على كده، لكن كالعادة العظمة لسه مستمرة على قناتكم ولطها كورة وولطها كورة 2 كمان. فقبل بقى ما تقفل الحلقة ما تنساش اللايك والشير وتشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وتفعل الجرس يوصلك جديدنا أول بأول، فولو للبيج بتاعتنا على فيسبوك، وبص على قناتنا الرئيسية بتاعت الأفلام وكمان الرئيسية بتاعت الكورة، وبص كمان على قناتنا ولطها أجنبي واللي هتلاقي لينكاتهم تحت في الديسكريبشن. وسلام عليكم.